بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا هتكلم هم ليه ما رافضين ان هم يخرجوني من مصر. في 2016 انا كانت بتجيلي رؤيات هي كلها اضغاث احلام اصلا. فكانت في رؤيه جات لي ان انا لابس بدله جميله واقف في وسط رجال الدوله، واقفين في ثلاثه واقفين قاعدين. فانا معايا تلفزيون صغير، التلفزيون الصغير ده واضح تقلب فيه كل المجالات. فجولي ثلاثه لابسين بدله قالوا معاهم نفس التلفزيون، مش باين فيه اي حاجه، مش عارفين يعملوا منه اي حاجه. فخدوا مني تورينا التلفزيون اللي معاك، ياخدوه لقوا كوره في الاول، بعد كده يقلبوا يلاقوا المجالات، يلاقوا يعني زي برنامج يعني. قال لي خلاص احنا هناخده. فالمهم ايه، في سرير زي سرير والدي. طبعا انا فاكر ان ابويا اللي قاعد عليه مش السيسي، هم بيقول لك لا السيسي. المهم يعني، فقالوا لي انت هتقعد، فقال لي خلاص انت هتقعد معايا في نفس المكان ده هنا، على نفس السرير ده. فالمهم ايه، مسكوا خدوا البرنامج. طبعا هم قال لك ايه، قال لك خلاص هو على سن انا اخنس، انا مش الاخنس، انا اسمي محمد. الاخنس ده هيبقى دباح والعياذ بالله، والله اعلم ان كانت الخرافات بتاعتهم دي صح. فعشان كده رافضين يخرجوني من مصر. طيب قال لك ده يقعد، ماشي، لو هيقعد في مصر معاه، لو السيسي مات يموت زيه على سن انا الاخنس. طبعا المفروض يبقى المكانه واحده، لا مفيش مكانه. انت تبقى مكروه، مالكش قيمه، مالكش كلمه داخل الدوله، ما تعرفش تخلص مصلحه، ما تعرفش تقضي ورقه. ونلعب على الوينجين. لو هتستلم الدوله بعد منه، لا نكره فيك الدنيا كلها. آه يغيروا منك بقى، يغيروا منك لدرجه ان انت لو حاطط ايدك في جيوبك يتنططوا. يا ابني شيل ايدك من جيوبك، او يفضلوا يعذبوا في جسمي وفي ظهري وفي قلبي، ويفضلوا يبهدلوا فيا. لو حاطط رجلي على رجلي يتجننوا. يفكروا لو بفكر في اي حاجه يقرفوك. آه لو بتقول كلمه لرئيس دوله لو بتتكلم عن رئيس دوله، لدرجه ان انا مره بتكلم ساعه احداث مرض كورونا. بتكلم انا واختي على الواتس على اللقاح. بقول لهم رؤساء العالم بياخدوه، فبتقول لي لا ده غلط، ده مريض. قلت لها لا مش غلط، ده رؤساء العالم بياخدوه. تاني يوم الصبح جابوا له صوره، وان الدكتور بيديله الحقنه، وتمثيليه عملوها على اساس ان هو رئيس. شوف الغيره وصلت لفين. هتبص لهم ايه، عكسوا الاتجاه. هو ملوش قيمه، لا يبقى انت مالكش قيمه بقى، هو يبقى ليه قيمه. راحوا اشتروا له طياره ب 500 مليون دولار وقصور وبتاع. لا انت خليك جعان، خليك بتاع. خلاص مش عاجبك، اتحايل على السيسي، اصرخ للسيسي. يا ابني والله انا من الاخنس، والله انا فعلا اصطحاب المهدي. يا اصطحابي يا المهدي، زي ما انتش مشككني. مره يقول لك فتنه السراء، مره يقول لك الاخنس، مره يقول لك الصحابي، مره يقول لك المهدي. طبعا انا واثق من رؤيتي للنبي عليه الصلاه والسلام، ان جالي النبي عليه الصلاه والسلام الوجه كالوجه. يعني جينا في رؤية انا حطيتها على الفيس، الوجه كالوجه، يعني الشكل كالشكل. ف لدرجه ان هم بيغيروا من الامضه بتاعتي. انا ليا امضه معينه بعملها، منزلها على الصفحه، بيغيروا منها، بيتجننوا منها. يعني انا ممكن اعملها هنا اهي، الامضه الصغيره دي اللي من فوق خالص. بيغيروا منها، بيتجننوا منها. يقول لك ما تمضيش، تصلي على النبي، تخش تصلي في جامع، يتضايقوا. اي حاجه انا بعملها فيها كاريزما او حب يتضايقوا. قال لك خلاص ده تكرهوا الناس فيه، ده تشوهوا سمعته، ده ايه، تعقدوه، ده طلعوه خروف، ده تعملوه مضحكه، ده تسوحوا عليه مخابرات الدول. ادي اللي عملوه. ويرجع يقول لك اصل انت الاخنس. انا مش الاخنس بتاعه، والله العظيم يا جماعه، والله انا ما الاخنس. ده اللي حصل. يجي بعد كده بقى ايه، هكلمكم عن موضوع انت مليونير، انت غني. يا ابني بص بقى، شوف الغباء والكره. عايز فلوس، السيسي. عايز راحه، السيسي. عايز تسافر، السيسي. عايز الاعلام، السيسي. عايز تتجوز، السيسي. عايز تنام، السيسي. عندهم هلس اسمه السيسي، والله. هتلاقيهم جمعوا لك فلوس كتير. طب انا ليا 6 مليون دولار جم من بره ادوهم لي، ده يبقى اخرهم لسه 2 مليون دولار من بريطانيا. لا مش هنديك حاجه، الاول يطلع يعترف بالسيسي، الاول يطلع يتحايل ويستغيث بالسيسي. وحتى لو انا طلعت ومديت ايدي، هو مش هيمد ايده. لان انا يا دوبك فكرت ان انا اتخلى عن بعض مبادئ من ثوره يناير، لان انا ابن ثوره يناير. اتجننوا، انت اتخليت عن الاخوان، انت عملت عشان ايه؟ ما تمدش ايدك. قال لك لو هو مد ايده هنقطعها له. لا، لان هم عايزين يخلصوا عليك.
فده اللي هم بيعملوه. طبعا انا هتكلم برضو في فيديو تاني ازاي خربوا بيوت بنات، وازاي اللقطه والشكل اللي هم عايزينه.